السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا سماحة عياد ودي قناتي لتعليم الكروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض بورتوفيه أو محفظة أو حتى شنطة كروس. شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. سهلة جدا بالنسبة للناس المبتدئين. هنشتغلها كلها بغرزة الحشو. أنا هشتغلها بخيط المكرمية المصري. تقدروا تشتغلوها بأي نوع خيط متوفر عندكم على الإبرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة. تقدروا كمان تكبروا المقاسات أو تصغروها حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في المحفظة وتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 3 ملي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي 20 سنتي من الخيط أو 25 سنتي وبعمل عقدة البداية وهشتغل 25 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. هبدأ بسم الله. 1 2 3 4 5. هكملهم 25 سلسلة. ال25 سلسلة مقاسهم 22 سنتي بالظبط. زي ما اتفقنا لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل بنفس الطريقة. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي أنا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع اللي هي رقم 26 وبرجع على ال25 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 25 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بسيب حرف الفي اللي هو وش السلسلة الأمامية والخلفية وبقلب سلسلة البداية وبشتغل أول سطر غرز حشو في الحلقة اللي تحت، بنسميها حلقة ظهر السلسلة. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة رقم 26 اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة. بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة بالشكل ده كده. بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين على الإبرة 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو عشان الناس المبتدئين. هكرر على كل السلاسل بنفس الطريقة. بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية. السلسلة التانية بدخل في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة. بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين على الإبرة 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. هكمل بنفس الطريقة. كده أنا وصلت آخر سلسلة عند خيط البداية هشتغل فيها آخر غرزة. بدخل كده في الحلقة بتاعة ظهر السلسلة، بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين. قبل ما أقفل غرزة الحشو الأخيرة بعدي طرف الخيط ناحية الخلف وبقفل عليه غرزة الحشو الأخيرة. كده أنا اشتغلت أول سطر 25 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، ده شكل غرزة الحشو. حرف الفي اللي فوق ده راس الغرزة، بنسميه راس الغرزة. ودي سلسلة البداية اللي احنا اشتغلنا عليها في حلقة ظهر السلسلة. بعد كده بعدي طرف الخيط بتاع البداية ناحية الأمام مرة تانية وبرتفع سلسلة، بقفل عليه سلسلة الارتفاع وبلف الشغل وهبدأ أشتغل السطر التاني على نفس العدد اللي معايا من غير أي تناقص أو تزايد على ال25 غرزة. هشتغل غرز حشو بس في الحلقة الخلفية للغرزة وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية عشان أثبته وأنضفه. لو مش عايزين تسيبوا المسافة دي كلها بتسيبوا الجزء اللي انتوا عايزينه، ولو مش عايزين تشتغلوا عليه
السطر التاني بتسيبوه بتنضفوه بعد كده بإبرة التنظيف. انا بحب اشتغل بالطريقة دي. نخلي بالنا هنشتغل السطر التاني ازاي. انا عندي غرزة الحشو زي ما قلت لكم من شوية، اللي هي حرف الفي راس الغرزة. حرف الفي راس الغرزة، الحلقة الأمامية دي اللي قدامي اللي اسمها الأمامية، واللي ناحية ورا أو ناحية الخلف اسمها الخلفية. الأولى دي اسمها الأمامية اللي قدامي طرف من حرف الفي، الطرف التاني اللي ناحية الخلف اسمها الحلقة الخلفية. دي اللي هنشتغل فيها. بدخل بالإبرة بتاعتي في منتصف حرف الفي من فوق تحت الحلقة الخلفية اللي هي ناحية ورا، وبشتغل غرز الحشو في الحلقات الخلفية. غرزة الحشو العادية بنشتغلها في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بندخل هنا كده في الأماكن دي بنشتغل غرز الحشو العادية تحت حرف الفي، يعني في الغرزة كلها تحت الحلقتين. غرزة الحشو في الحلقة الخلفية بنشتغلها تحت الطرف الخلفي بس، اسمه الباك لوب أو الحلقة الخلفية. بدخل كده بالإبرة بتاعتي في منتصف حرف الفي تحت الحلقات الخلفية وبشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. ده السطر التاني. وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية، معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا كده في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو في السطر التاني. هكمل بنفس الطريقة على كل الغرز لحد ما أوصل لآخر غرزة في السطر التاني. كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة من غير أي تناقص أو تزايد. الغرزة التانية بدخل في منتصف حرف الفي من فوق تحت الحلقة الخلفية، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط وبشتغل الغرزة التانية. هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر التاني. وصلت آخر السطر التاني هشتغل آخر غرزة كده. أنا اشتغلت السطر التاني 25 غرزة حشو في الحلقة الخلفية للغرزة، وأخدت معايا طرف الخيط بتاع البداية نضفته وثبته. هقص الجزء الزيادة ده. بعد كده هبدأ السطر التالت وهشتغل غرزة الحشو الحراري أو الحشو المزدوج. نخلي بالنا برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ أشتغل غرزة الحشو الحراري أو الحشو المزدوج. احنا هنا اشتغلنا السطر التاني في الحلقة الخلفية للسطر الأول، وسيبنا الحلقة الأمامية. دي الحلقات الأمامية بتاعت السطر الأول اللي احنا سيبناها، واشتغلنا السطر التاني في الحلقات الخلفية. غرزة الحشو الحراري بشتغلها تحت حلقتين، غرزة حشو برضو بس بتختلف عن الحشو العادية في المكان اللي احنا بنشتغل فيه. هشتغلها في الحلقة الخلفية للسطر التاني مع الحلقة الأمامية بتاعت السطر الأول اللي احنا سيبناها تحت حلقتين. كل حلقتين مع بعض بشتغل فيهم غرزة حشو واحدة. الخلفية بتاعت السطر التاني مع الأمامية بتاعت السطر الأول اللي احنا سيبناها تحت. بكرر في كل الغرز الخلفية بتاعت السطر التاني مع الأمامية بتاعت السطر الأول اللي احنا سيبناها تحت، بشتغل تحت حلقتين. كده أنا ارتفعت سلسلة، معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية بتاعت السطر التاني، وبروح على الأمامية بتاعت السطر الأول اللي احنا سيبناها تحت. الغرزة الأولى برضو بسحب الخيط من الحلقتين وبشتغل غرزة حشو. هي دي طريقة غرزة الحشو الحراري أو الحشو المزدوج. بعد كده بروح على الغرزة التانية، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية بتاعت السطر التاني مع الأمامية بتاعت السطر الأول تحت اللي احنا سيبناها الأمامية، الحلقات دي كده. بسحب الخيط من الحلقتين اللي تحت واللي فوق وبشتغل غرزة الحشو. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر السطر التالت. الغرزة التالتة بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية للسطر التاني مع الأمامية المقابلة ليها في السطر الأول تحت حلقتين، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة الحشو. طريقتها سهلة جدا ما فيهاش أي صعوبة. بكرر بقى لحد ما اوصل لآخر السطر بنفس الطريقة.
وصلت اخر السطر الثالث. هشتغل اخر غرزة حشو حراري او حشو مزدوج في اخر حلقتين، الخلفية اللي فوق بتاعة السطر التاني مع الامامية بتاعة السطر الاول تحت. كده انا اشتغلت السطر الثالث بقى الشكل زي ما انتم شايفين، ده شكل الغرزة. الحلقات الامامية بتاعة السطر التاني اللي احنا سبناها دي الحلقات الامامية بتاعة السطر التاني، سبناها واشتغلنا الثالث في الخلفية. دي هنشتغل فيها السطر الرابع مع الخلفية بتاعة السطر الثالث. نخلي بالنا برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع بنفس الطريقة. بشتغل تحت حلقتين، الخلفية بتاعة السطر الثالث مع الأمامية بتاعة السطر التاني اللي احنا سبناها تحت. الحلقة اللي فوق الخلفية مع اللي تحت الأمامية اللي احنا سبناها. الغرزة اللي بعدها بدخل كده في منتصف حرف الفي تحت الحلقات الخلفية للسطر الثالث أو آخر سطر أنا بشتغله مع الأمامية بتاعة السطر التاني أو السطر اللي قبل الأخير اللي أنا بشتغله بنفس الطريقة. معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية المقابلة ليها تحت، أول غرزة تحت وأول غرزة فوق، وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة في السطر الرابع. هكرر بنفس الطريقة. الغرزة التانية بدخل في منتصف حرف الفي تحت الخلفية بتاعة السطر الثالث آخر سطر أنا اشتغلته مع الأمامية بتاعة السطر التاني السطر اللي قبل الأخير تحت حلقتين، بسحب الخيط وبشتغل غرز الحشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل آخر السطر الرابع. وصلت آخر السطر الرابع. هشتغل آخر غرزة في آخر حلقتين، الخلفية بتاعة السطر الثالث والأمامية بتاعة السطر التاني تحت. دي آخر غرزة في السطر الرابع. كده أنا اشتغلت 4 سطور. هستمر بقى بنفس الطريقة، بكرر السطر ده لحد ما اوصل للمقاس اللي أنا عايزاه. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الخامس. السطر الخامس هنشتغله في الحلقات الخلفية للسطر الرابع مع الحلقات الأمامية بتاعة السطر الثالث تحت حلقتين بنفس الطريقة. الخلفية بتاعة السطر الرابع آخر سطر أنا اشتغلته مع الأمامية بتاعة السطر الثالث اللي هو السطر اللي قبل الأخير، وهكمل بنفس الطريقة. معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية بتاعة السطر الثالث تحت. بسحب الخيط وبشتغل أول غرزة في السطر الخامس. الغرزة التانية بدخل في منتصف حرف الفي تحت الخلفية بتاعة السطر الرابع مع الأمامية بتاعة السطر الثالث تحت. بسحب الخيط وبشتغل الغرزة التانية. هكمل بنفس الطريقة في كل غرزة تحت الحلقتين لحد ما اوصل آخر السطر الخامس. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر السادس وهكذا، وبشتغل رايح جاي وبرتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس المناسب اللي انا عايزاه، وارجع لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. طبعا انتوا هتوصلوا للمقاسات اللي انتوا عايزينها حسب عدد السطور. انا كده اشتغلت 49 سطر بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل على ال25 سلسلة اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس 29 سنتي في طول القطعة اللي انا اشتغلتها. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. ده شكل غرزة الحشو المزدوج او الحشو الحراري. بيبقى شكلها كده غرزة متماسكة جدا، مش بتحتاج لأي بطانة أو دعامة. وطبعا الغرزة دبل فيس يعني الوجهين زي بعض. احنا بنختار الجنب اللي احنا عايزينه وش الشغل بتاعنا على أساس أول سطر بنشتغله وآخر سطر بنحدد الجنب اللي احنا عايزينه وش الشغل، والجنب التاني بنخليه ظهر الشغل. ده كده شكل الغرزة، شكلها جميل جدا. هنشوف المقاسات الأول بالمزورة وبعد كده هقولكوا ازاي بنعد السطور. مقاس طول القطعة اللي انا اشتغلتها 29 سنتي بالظبط. طبعا لو حابين تزودوا المقاس بتزودوا عدد السطور بنفس الطريقة زي ما اتفقنا في البداية. مقاس العرض برضو زي ما شفنا في البداية 22 سنتي. ده كده مقاس الجزء اللي انا اشتغلته. قبل ما نكمل شغل هقولكوا ازاي احنا بنعد السطور، لان دايما بتسألوني في الغرزة دي بنعد السطور ازاي. انا اشتغلت هنا في القطعة دي 49 سطر. ده اول سطر اللي احنا اشتغلناه على سلسلة البداية، بيبقى فرد كده، بيبقى شكله كده.
وده اخر سطر احنا اشتغلناه، برضو بيبقى شكله كده من الجنب ده، ومن الجنب التاني بيبقى شكله كده. دي الحلقات الامامية اللي احنا سبناها بتاعت السطر اللي قبل الاخير، وده السطر الاخير اللي احنا اشتغلناه. ده كده شكل السطر الاخير، وده شكل اول سطر اشتغلناه على سلسلة البداية. ده سطر فردي كده، اول سطر واحد. بعد كده السطور كلها زوجية، يعني كل سطرين مع بعض بيدوني الشكل ده كده. باجي هنا على السطور اللي فيها الحلقات الصغيرة دي، الحلقات دي كده، اتمنى تكون باينة في التصوير كويس. الحلقات الصغيرة دي كل سطر منهم عبارة عن سطرين مع بعض. بعد كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48. آخر سطر للحلقات الصغيرة ده كده 48 سطر. يبقى أنا كده السطور دي كلها زوجي، كل سطر عبارة عن سطرين مع بعض. والسطر رقم 49 اللي هو الفردي، أول سطر أنا اشتغلته على سلسلة البداية. دي كده شكل سلسلة البداية. الغرزة الوش زي الظهر بالظبط، دبل فيس زي ما قلتلكوا، واحنا اللي بنحدد الوش بتاع الشغل بتاعنا او الظهر، اي جنب بنختاره. بعد كده هبدأ اكمل شغل وهشتغل الجزء بتاع الايد. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. طبعا انتوا تشتغلوا لحد ما توصلوا لعدد السطور او المقاسات اللي انتوا عايزينها. باجي هنا على اخر سطر وهبدأ اشتغل السطر رقم 50. برتفع سلسلة وبقسم الغرز بتاعتي، عندي 25 غرزة، بقسمهم على 3 مجموعات. هشتغل في بداية السطر 8 غرز حشو، وفي نهاية السطر 8 غرز حشو، وهيتبقى عندي 9 في المنتصف بفوتهم وهشتغل عليهم سلاسل عشان اكون الجزء بتاع الايد. بشتغل بنفس الطريقة 8 غرز في البداية بعد ما ارتفعت سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا التقسيمة دي تقدروا تقسموها زي ما انتوا عايزين. انا هقسم 8 في بداية السطر، دول كده 8 غرز حشو، و8 في نهاية السطر زي ما قلت لكم. في المنتصف بسيب 9 غرز تحت الايد. بعد كده برتفع 13، عندي هنا 9 غرز فوتهم تحت، هرتفع 11 سلسلة. دول 11 سلسلة فوق التسع غرز اللي تحت. بفوت تحت 9 غرز وهشتغل 8 غرز حشو في النهاية. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهشتغل 8 غرز. بتأكد بس من العدد، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الحلقة دي مع الحلقة دي هشتغل 8 حشو. طبعا تقدروا تزودوا عدد السلاسل حسب وسع الايد اللي انتوا عايزينه. انا فوتت تحت 9 غرز واشتغلت فوقيهم 11 سلسلة، يعني زودت 2 سلسلة عن العدد اللي تحت. كده انا اشتغلت السطر رقم 50. اشتغلت 8 حشو و13 سلسلة وفوتت تحتهم 9 غرز و8 في نهاية السطر. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر رقم 51. هشتغل على الثمان غرز 8 حشو في بداية السطر، وبعد كده هشتغل غرز حشو على 11 سلسلة بنفس الطريقة كده. بعد ما ارتفعت سلسلة بدخل في أول غرزة وبشتغل 8 غرز حشو في بداية السطر. اشتغلت 8 غرز حشو في بداية السطر، وصلت عند 11 سلسلة. بدخل كده تحت السلاسل وبشتغل غرز حشو. هشتغل عدد من الغرز وهقول لكم انا اشتغلت كام غرزة.
كده انا اشتغلت 22 غرزة حشو على ال11 سلسلة. اشتغلت 22 غرزة حشو. كل ما بنشتغل عدد من الغرز بسحب كده وبضم الغرز على بعضها. تقدروا تزودوا او تقللوا زي ما انتوا عايزين. بعد كده هشتغل في نهاية السطر 8 غرز حشو. كده انا اشتغلت السطر رقم 51. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر رقم 52. هشتغل على الحشو حشو، وباجي هنا على غرز الحشو اللي على الايد برضو بشتغل عليها غرز حشو. كده انا اشتغلت 8 غرز حشو. في بداية السطر بروح على غرز الحشو اللي هنا وبشتغل عليها غرز حشو. بسحب الخيط وبريحه عشان الغرزة بتبقى طويلة شوية، وبظبط الخيط كده جنب بعضه وبشتغل غرز حشو شبه غرزة الحشو العميقة. خلاص كده اشتغلت غرز الحشو. بعد كده هشتغل 8 غرز في نهاية السطر. خلاص كده خلصت السطر رقم 52. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلنا الايد. بعد كده هشتغل اخر سطر غرز منزلقة. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل غرز منزلقة على السطر الاخير وعلى الايد بتاعة البورتوفيه. بس هشتغل على ال8 غرز هنا في ال3 حلقات. هشتغل منزلقة تحت ال3 حلقات تحت حرف الفي اللي هنا بتاع اخر سطر، مع الحلقة الامامية بتاعة السطر اللي قبل الاخير اللي تحت. احنا كنا بنشتغل تحت حلقتين، هنشتغل اخر سطر منزلقة تحت ال3 حلقات. تقدروا تشتغلوا بدل المنزلقة حشو برضو. بدخل كده بعد ما ارتفعت سلسلة في اول غرزة هنا تحت حرف الفي تحت الحلقتين مع الحلقة الامامية اللي تحت، بسحب الخيط وبعمل منزلقة. هيبقى شكلها كده. بعد كده هشتغل برضو على السلاسل او الغرز بتاعة الايد. هشتغل على غرز الايد منزلقة تحت الحلقتين تحت حرف الفي. بعد كده وصلت عند ال8 غرز هشتغل برضو منزلقة تحت ال3 حلقات، حرف الفي اللي فوق والحلقة الأمامية اللي تحت.
هشبك هنا، بشبك طبعا عندي هنا قصاد كل سطرين مزدوجين مع بعض عندي شبه حرف في، حرف الفي ده قصاد سطرين، الحرف الفي اللي تحت منه برضو قصاد سطرين، فانا بشبك في حرف الفي ده كده، يعني بشبك في سطر وبسيب سطر، او بشبك في كل سطرين مرة واحدة. عندي هنا حرف في اهو، طبعا هيبان عندكم على الطبيعة اكتر، كل حرف في من دول عبارة عن سطرين مع بعض. هنا برضو في نفس الطريقة هشبك كده كل اتنين مع بعض، بدخل هنا تحت حرف الفي بتاع اول غرزة اللي هي كانت في سلسلة البداية، وبظبط السطور بتاعتي قصاد بعضها وببدأ اشبك. ده كده حرف الفي الاول، اول غرزتين بشبكهم مرتين او بخيط مرتين عشان اثبت الشغل بتاعي. بعد كده حرف الفي اللي تحت مع اللي قصاده تاني سطرين وتاني سطرين، حرف الفي التالت مع المقابل ليه، كده انا خيطت الجنب الاول، والخياطة زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. بعد كده بدخل طرف الخيط جوه عشان هنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز من جوه، من اي غرزة هنضف طرف الخيط، وهجيب طرف جديد، طرف خيط جديد هثبته برضو بنفس الطريقة هنا كده في الجنب ده، هخيط كده بنفس الطريقة ونرجع نشوف الشكل النهائي عامل ازاي.
خلاص كده خيطت القفل كويس جدا بالخيط والإبرة. بعتذر لكم بس عشان كنت متلخبطة في مكانه، حطيته تحت هنا قبل الفاصل، بس هو مكانه هنا طبعا بيكون مناسب للقلاب. بكده نكون خلصنا المحفظة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في المحفظة، وتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.